عايزة طريقة جديدة للكوسة نحبب فيها الأولاد غير الطريقة التقليدية اللي احنا متعودين عليها، صلصة وطماطم طبيخ. هنعمل النهاردة الكوسة بطريقة لذيذة وخفيفة، فيها بروتين وفيها مواد غذائية كلها خفيفة ولذيذة، وهتحبب الأطفال وهتغير المود بتاع أكل الكوسة خالص اللي هما بيرفضوه. دايما الأطفال ما بيحبوش الطبيخ، بيحبوا الحاجات اللي هي اللي تشدهم. هنبدأ مع بعض في المكونات. بصلاية كبيرة متقطعة هقلبها في معلقة زبدة. احنا هنعمل عصاج، يعني دي حوالي 350 جرام لحمة مفرومة. هنقلبهم لحد ما اللحمة تتشوح كده وتدينا اللون بتاع العصاج والمية بتاعتها كلها تتشرب، وهنبتدي نحط عليها بقى التوابل بتاعتها. هنشوحها كويس قوي لحد ما ميتها تتشرب خالص، ونبتدي نحط بقى التوابل بتاعتها: مرقة ماجي، زعتر، هنحط زعتر مجفف، جوز الطيب، وفلفل وملح. هما دول الثلاث حاجات اللي انا هحطهم مع مكعب المرقة على اللحمة المفرومة. طبعا الزعتر بيدي ريحة جميلة جدا وطعم جميل في اللحمة المفرومة. مع الكوسة طبعا بيبقى ليه طعم مختلف. هنقلبها كويس كده لحد ما نتأكد ان هي استوت، ونحس كده نتأكد ان كل المية بتاعتها اتشربت واللحمة دخلت في السوا وكل البهارات دخلت في اللحمة كلها، تجانست من جواها يعني. هنكون محضرين حوالي نص كيلو كوسة، او حسب ممكن تزودي الكمية زي ما انت عايزة. انا عملت حوالي كيلو الا ربع، يعني نص، وبعد كده لقيتهم قليلين حطيت عليهم ربع كيلو الا ربع، حطيتهم على 350 جرام اللحمة المفرومة. بنقطعهم دواير كده حلقات، وما تكونش رفيعة قوي تتهري بسرعة، وما تكونش تخينة قوي تاخد وقت في السوا، لان احنا كله هنعمله في حاجة واحدة في نفس الصينية او الحلة اللي احنا بنشتغل فيها. مفيش حاجة هتطلع بره، يعني كله في نفس الصينية. وهنقلب الكوسة كويس قوي، نجيبها من فوق لتحت كده ومن تحت لفوق عشان كلها تاخد نفس السوا، ما تبقاش واحدة مستوية قوي وواحدة نية او ماسكة قوي. بعدين الكوسة عامة بتستوي بسرعة او سهلة في السوا. هنضيف عليها بقى كوباية حليب لبن وكوباية لبن رايب، يعني هيكون كوباية حليب وكوباية لبن رايب، يعني كوبايتين. ونقلبهم فيها ونسيبها تغلي تشرب الطعم بتاع اللبن والطعم بتاع اللبن الرايب، تغلي فيها كده وتاخد سوا. انا حطيت لها توم باودر، معلقة توم باودر. احنا هنستخدم توم كمان طازة بس فريش، بس احنا حطيت التوم الباودر هنا مع الحليب ومع اللبن الرايب، بيدي طعم حلو قوي، بيدي ريحة حلوة. هتغلي، هنغطيها وهنسيبها تغلي براحتها بقى، تستوي الكوسة كده في اللبن وتشرب الطعم بتاع اللبن الرايب واللبن الحليب. نجيب حزمة كزبرة خضرة، هنقطعها ونفرمها فرم ناعم جدا، بحيث ان هي ما تبقاش فيها عروق ولا اي حاجة. احنا بنشيل العروق وبنستخدم الورق بس. بنقطعها نقطعها كويس الاول، وبعد كده نحاول نفرمها فرم صغير على قد ما نقدر. بنكون محضرين طاسة هنحط فيها معلقة زبدة، وهنحط فيها معلقة توم مهروس، ونقلبه كويس في الزبدة لحد ما تطلع ريحة التوم اللي هو متقلب في الزبدة، اللي هو قبل ما يبقى يحمر او يصفر، بس ريحته كده تطلع وتملى المكان. هنضيف عليه الكزبرة الخضراء، وهي تقلبتين بس مع التوم، ما نخليهاش تدبل ولون الخضار بتاعها يروح، احنا عايزينها بنفس لونها الاخضر ده. هنضيف دي نص كوباية حليب، حطيت عليها معلقة نشا، وهنحطها على الكوسة والحليب اللي بيغلوا على النار، ونقلب بسرعة، يعني ايدينا في التقليب عشان النشا ما يكلكعش مننا. وهنضيف عليها الكزبرة الخضراء مع الثوم، وهي غلوة واحدة وخلاص هنطفي على كده. كده الكوسة استوت معانا بالطعم الجميل، طعم رهيب. بنقدمها مع رز ابيض، طعمها بيبقى تحفة، من اكلات الشامية تحفة جدا اللي طعمها لذيذ. يا ريت تجربوها وتقولي لي رأيكم في الكومنت. عايزة رأيكم بصراحة بعد ما تجربوها، ويا ريت تنزلوا التطبيقات اللي هتجربوها عندي على صفحة الفيسبوك او اي صفحة من صفحات القناة.